بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، بقالي كتير قوي ما صورتش. معلش بقى، ان شاء الله الايام الجايه هنصور على طول مع بعض. حط اللايك او تنسي اللايك. فيش بقى النهارده روتين، بص كله نشاط وكله كده حاجات حلوه ويوم سعيد ان شاء الله علينا وعليكم. اول حاجه بقى هنعمل شاي بلبن عشان نفطر، وانتوا زي كده بردك بصوا البيض والحاجات دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. هعمل تورتايه حلوه، بس التورته ان شاء الله هنزلها في فيديو لوحده منفصل من البدايه للنهايه. حبيت بس اوريك اني داخل الروتين بتاعي جنب الحاجات اللي انا عملتها كنت كمان عامله تورتايه عشان عندي مناسبه. اول حاجه بقى هنا عملت الشاي بلبن بتاعنا، هنروح نفطر وان شاء الله هنكمل اليوم بتاعنا. يوم سعيد ويوم كده لذيذ وحلو ان شاء الله للاخر. النهارده عندي تفاؤل كده وقايمه كده حلوه وكله كله تمام. ان شاء الله يعجبك الفيديو، متنسينيش بس ايه في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. فطرنا الحمد لله. هندخل بقى اول حاجه هعملها قبل البصل والعك والزيته والزنبليطه، هعمل السبونشي بتاعي واخليه يعني يبرد، لان انا هعملها في نفس اليوم. لو انتي يعني حابه تعمليها قبلها بيوم يبقى احسن، او الصبح بدري بردك احسن. هنا بقى معايا هنا بصوا 6 بيضات، نص كيلو دقيق سبونج، معايا كمان معلقه محسن جل، ومعايا كمان نص كوبايه ميه. اللي دي السبونج جاهز، يعني انت بتجيبيه بتفضيه، والبيض بتحطي بيضه بيضه عشان لو في بيضه بايظه بيضه فيها حاجه ما تبوظيش الحاجه بتاعتك. يعني دايما لما تكوني هتعملي كيكه او حاجات من دي تختبري كده في طبق لوحده بيضه بيضه يعني. هنبدأ بقى. بصوا هنا انا حطيت البيض وحطيت كمان رشة ملح ورشة فانيلا، وكمان احط هنا المحسن الجل. المحسن هنا لان احنا طبعا مش بتوع حلويات، لازم نعمله عشان يطلع معانا مظبوط والحاجة تطلع زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا التفاصيل هتبقى في الفيديو التاني. حاطه الكبة ليه يا ترى؟ هنعمل ايه؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبت بصل. ايه ده بصل؟ ايوه بس ركزي كده وهتشوفي بقى ايه التقيل جاي ورا. هنقشر بقى شويه البصل الحلوين دول وهنروح على البوتاجاز، وهقولك بقى امي كانت بتعمل ايه في الاكله دي، وازاي الستات بتاعت زمان ما كانتش بتطلع مواعين كتير زينا كده زي خيبتنا، نفضل كل شويه معلقه طبق حله معرفش ايه ونرمي في الحوض، وفي الاخر نقول ايه يا رجلي ويا ظهري. هنا بقى هنبصوا هنعمل محشي. كانت والدتي دي نفس الحلة ما راحش الزمن ولا جه عليها، كانت بتسلق فيها الكرنب وكانت بتسبك فيها، وبعد ما تخلص التسبيكة كانت تفضي التسبيكة في الصينية الكبيرة بتاعة الملوخية، نقعد نحشي وتكون الفراخ او البط او الحاجة يعني اللي احنا هنعملها جنب المحشي في الحلة، يعني كله في حلة واحدة. وساعات لما بيكون في عزومة بردك بنحشي في نفس الحلة، يعني نسلق في حاجة تاني ونحشي في نفس الحلة دي. طبعا الحله دي انتوا ما شاء الله شايفينها هي فعلا حله كبيره. انا خدتها من الحاجه يعني بتاعت والدتي الله يرحمها، تحفه في حاجات. يعني بص تاخد 5 كيلو زبده، تاخد ما شاء الله يعني ده كربط كده حلو، دي كرومي حلو معتبر، تاخد 4 فراخ كبار. بحط فيها الكرنبايه كده صحيحه مقلبظه كده، بسلقها في ساعتها احسن طبعا من الحلل بتاعتنا احنا الصغننه والكلام ده. هنا بصوا عملت بصلايه بالفلفل الاسمر والملح وهركنها على جنب. وكانت انا النهارده يعني بعمل كل الاكله بنفس نفس امي الله يرحمها، بس هي كمان يعني بصل بصوا كانت بتغمقه سنه كمان، بس طبعا احنا بقى ايه الزمن اتغير فمش هغمق عن كده. هحط بقى الطماطم بتاعتي. الطماطم ديت انا ضرباها وضربه معاها كمان فلفل بلدي احمر، فلفل رومي، علشان خاطر يديها ريحه كده وطعم. كانت بردك والدتي الله يرحمها يا رب يجعلها كده في الفردوس الاعلى، كانت بتعمل المحشي بنفس الطريقه، وكانت تحط كده البصل اللي هو الني ده، تدعك بصلايه كده بالملح والفلفل وتحطها. الشويه دولت انا هخليهم وهقولك هخليهم ليه. هغسل بقى المواعين اول باول. انا في اليوم ده ما كانش عندي مواعين، يعني انا مبيته المطبخ فاضي، كل بقى اللي بيطلع بغسله. طبعا هعمل تورتايه بقى وهعمل محشي بقى، فبصوا يعني لازما كده ايه نشجع بعض، واول باول نخلي الحوض فاضي.
خشيت بقى كده على حاجة يعني هي دولت يعني يعتبروا حاجة الطماطم وحاجة الكيكة يعني اللي عملتها، وشوية حاجات اللي استخدمتها أثناء الأكل. هنا بقى معايا فرختين حلوين كده مقلبزين، كنت مطلعاهم من التلج، لسه القلب من جوه فيهم الكبد والقوانص، لسه حاساهم يعني قافشين شويه. كنت جايباها الصراحه وشلتها من غير ما اغسلها، بس كده ايه، غيرت الكيس من عند بتاع الفراخ اللي هو بيجي فيه ده، حطيتهم في اكياس تلاجة نضيفه وشلتها، كنت تعبانه وشلتهم كده زي ما هم. هغسلهم بقى كويس غسله حلوه كده، وهنقعهم في المحلول اللي انا بحب يعني دايما انقع فيه، اللي هو عباره عن ميه بملح بليمون بسكر بدقيق بشويه قولوا معايا جنزبيل، شويه جنزبيل بودر. هقطع بس الاطراف بتاعه الاجنحه دي مش بنحبها، هرميها. وهنكمل بقى يومنا، ويومنا النهارده كله شغل وشقه، بس على قلبي زي العسل. مزاجي رايق ونفسيتي الحمد لله مرتاحه، ويعني نفسيتي نوعا ما يعني الحمد لله. هنا بقى بصوا، انا هنا هغسل ايدي ونروح بس ايه اطلع الكيكه، عشان حسيت ان الحته خلاص يعني إيه، ايوه كده تمام وخلاص اختبرتها وطلعتها علشان خاطر ايه اغطيها. هنا بقى بصوا التسبيكه بتاعتي هي ايه قالت ايه يا ليل يا عين، خلاص دخلت في التسبيك. انا بقى هنا ما بطفيش خالص، بوطي اني معايا الحله دي ما شاء الله يعني ما بتشتش، يعني انت ايه وطي شمعه ونسيها. هنا بقى حطيت الفراخ خلاص، بصوا يعني ما شاء الله الميه بتاعتها بقت زي الفل اهي. حاطه فيها بقى زي ما قلت لكم من شويه كل اللي انا قلته، وكمان خدت الخضره بتاعتي غسلتها، نقيتها وغسلتها، وفي واحده شبت صفرة اهي شفتها اثناء التصوير، وبعد كده شلتها هسيبها تتصفى، وبعد كده هخرط. هقعد بقى على الارض نقور البتنجان. بصوا ده الصينيه الشقيانه اللي طالع عينها معايا في كل الاكل. انا دايما بحب اقعد كده، يعني زمان اول ما اتجوزت كنت كل حاجه بعملها وانا واقفه، اقور وانا واقفه، امع الباميه وانا واقفه. لا دلوقتي خلاص بقى كبرنا، بعمل بقى وانا قاعده في الارض، احط الصينيه واقعد واقور بقى، وافضل قايمه قاعده احسن من ما بتفضلي واقفه كتير. طبعا ظهرنا بيوجعنا ورجلنا بتوجعنا الحمد لله. هنا خلاص التسبيكه بتاعتي بقت تمام، احط بقى عليها التوابل، ملح وكمون فلفل وكمون وكزبره وبهارات محشي، بس ما بحطش حاجه تاني. ملح فلفل كمون كزبره ناشفه بهارات محشي، اللي انا بجيبها من عند العطار كده جاهزه. اقول له عايزه بهارات محشي هيديك البهارات بتاعه المحشي. هنزل بقى كمان بالخضره، وهنا حطيت شويه ملح عشان دقته حسيت ان هو لسه يعني دلع شويه، فحطيت له شويه ملح. الملح ما كنتش حاطاه مع التوابل، انا كنت حاطاه في نص التسبيكه، يعني اول ما بدات غليت كده كام غلوه رحت حاطه الملح بتاعي، عشان خاطر ايه الملح بيطرد الميه بسرعه من الطماطم يعني. خلاص بقى هنا هقلب، وخلاص كده التسبيكه بتاعتي جاهزه. وهنقعد بردك في الارض نحشي البتنجان ونلف ورق الكرنب. عايزه اقولك ان الكرنب ده اول مره بقى اجيبه السنه دي، يعني كل مره كنت بعمل معاكم المحشي كان بيبقى اللي هو في الفريزر. انا خلصت خلاص اللي في الفريزر، والكرنب ده يعني فريش. قال ايه يعني الراجل بدل ما يخش عليا كده شايل هديه حلوه في مناسبه حلوه، لا داخل يا جماعه بايه يرضيكوا جايب لي 3 كرنبات. انا بصيت كده قلت ايه ده، هي دي ايه؟ قال لي الهديه. قلت له دي الهديه؟ قال لي اه. قلت له اه ما شاء الله احلى هديه. خدت بقى الكرنب بالليل وعملته وسلقته وقطعته علشان خاطر يعني يبقى اتشال من عليا، وتاني يوم بقى الشغل اللي هو معاكم دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الفراخ بتاعتي، بحب دايما لما بكون عامل محشي اعملها كده بالطريقه دي، بعملها كده زي يعني شققها بالسكينه وبدعكها بالملح انا هيست شايفين البصلايه دي اللي انا كنت راكناها؟ هي دي اللي هدلك بيها الفراخ بتاعتي. خدي بقى حبه شوربه، طعم ريحه، بصوا، والفراخ ذات نفسها بتبقى طعمها جميل جدا. جربوها والله العظيم هتعجبكم، مش هتندمي يعني. جربي مره كده كوني بتسلقي فرخه
ودلكيها كده بحته بصلايه نيه دي بالملح والفلفل واسلقيها. الشوربه اصلا ذات نفسها كده تحس ان هي مسكره. تعملي منها ملوخيه، تعملي لسان عصفور، تعملي شوربه خضار، تسقي بيها المحشي، بتبقى الصراحه تحفه. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. وهنا بقى خلاص الميه بتاعتي بدأت تغلي، نزلت عليها بطماطم وبصل وورق لوري وحبهان وايه تاني حطيت وفلفل، وهحط كمان واحدة ماجي، وما تغلي هحط الملح. انا عايزه الشوربه بتاعتي يبقى لونها بامبا كده حلو، ما تبقاش يعني بيضه، فدايما بحب احط الطماطم. بس هقعد بقى كده في الارض. بصوا دول الحلتين حطيت فيهم بصل وطماطم عشان نعمل فيهم المحشي. بصوا بقى جمال التخديعه بتاعتنا ما شاء الله. احنا زمان كنا بنقول عليها التخديعه، دلوقتي بيقولوا تسبيكه. يعني التسبيكه التخديعه مش هتفرق، وفي نفس الحله هلف منها وهحشي منها. انا بقى بصوا مش عايزه مواعين، انا النهارده المفروض ان انا ابقى مرتاحه، بس يلا خليها عليا مش مهم. هحشي بقى البتنجان وبعد كده هنحشي الكرنب. كان نفسي الصراحه في ورق عنب، بس الصراحه خلص اللي عندي. فعايزه رايكم تقولوا لي، يعني اللي هو بيتباع في البطرمانات ده لو حد فيكم جربه، يعني ايه ظروفه، حلو او لا؟ يعني لو حلو هجيبه لان نفسي فيه الصراحه. هنا بقى بصوا انا بعمل الكرنب ازاي. يعني الرصه دي زي اللي تحتيها شايفينها جايه ايه بالعرض، واللي انا بحطه ده هيبقى بالطول. يعني واحده يمين وواحده واحده بالعرض وواحده بالطول، وبلف بقى ايه حسب اتجاه العكس يعني. وما بزنقش الصوابع قوي جنب بعض. الطريقه دي الصراحه مريحاني، وبيطلع معايا مستوي من اول صباع لاخر صباع، وبيبقى مامي. هنا بقى بصوا خلاص انا حاسه ان الفيديو خلاص طول قوي عليكم وانا رغيت كتير قوي. فخلاص هنا بقى ايه، بصوا ده كان عندي في الفريزر جوز حمام، كنت عامله كميه حمام وكنت شايله الجوز ده، فطلعته بقى وفك خلاص. يعني انا سلقاه، يعني هو بصوا متشال ازاي مسلوق. وكمان الفراخ خلاص اتسلقت وهحمرهم. هغسل بقى حبه المواعين دول اللي هما طلعوا بردك اثناء الاكل. وهنا بقى بصوا المحشي بتاعي واو يا سيدي، شايفين؟ تعالوا بقى كلوا. الفراخ هنا اهو بحمرها، وكمان بعدين منها هحمر الحمام. ادي كمان المطبخ بتاعي خلص. الحاجات دي اللي انا هستخدمها في تزويق التورته. ومعايا اهي الفرخه التانية لسه هحمرها. فلقيت بقى ايه واقفه كده مستنيه الفراخ والكلام ده، وانا مش متعوده ان انا اقف كده، فقلت ايه املى ازازه الزيت والخل اللي في الباسكت عشان فاضيين. وقطعت كمان البقدونس، وخلاص حمرت الفراخ وحمر الزيت. فاتمنى بقى لو الفيديو عجبك متنسينيش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبك في الله ولا اله الا الله. واسفه ان الفيديو طويل عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.